السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ النهارده جايبين لكم الجزء الثالث من قصة مزرعة خالي ناصر، ولو فاتك الجزء الأول والثاني هتلاقيهم في الوصف تحت أو في قائمة التشغيل على القناة. القصة لسه مكملة ومليانة رعب وغموض وأحداثها هتخلي قلبك يدق بسرعة، فخليك قاعد ومركز ويلا بينا نبدأ القصة. بعد ما خلصنا تجهيز العدة كلها مية ومشروبات وكاميرا الإضاءة، ركبنا العربية الساعة 6 الصبح. الطريق كان طويل حوالي 7 ساعات، يعني نوصل على الساعة 2 الظهر تقريبا. الجو كان مليان هزار وحكاوي، لكن محدش جاب سيرة المزرعة خالص. واحنا في نص الضحك والكلام حسيت النوم بيغلبني، أنا أكتر واحد أصلا بينام في السفر. غمضت عيني وفجأة لقيت لحد ما صحوني العيال واحنا خلاص داخلين القصيم. فتحنا جوجل مابس ودورنا على اقرب فندق بسعر كويس. لقينا مكان شكله محترم، حجزنا ليلتين ونزلنا الشنط، وفي ثانيه كل واحد رمى نفسه على السرير وبدانا نرتب للرحله. بعد ما طلبنا اكل واتغدينا الساعه 4 العصر تقريبا، قعدنا نتاكد ان الكاميرات مشحونه والبطاريات تمام. الجو بدا يبقى فيه رهبه كده. الطلعه اللي مستنيينها قربت. قلت لعلي يا جدعان ايه رايكم نروح دلوقتي قبل ما الشمس تروح عشان نعرف طريق المزرعه الصح؟ احنا اصلا ما نعرفش طريق المزرعه عشان عمرنا ما رحناها قبل كده. فيصل رد عليا وقال لي انت بتهزر ولا ايه يا عم؟ خلينا ناخد القهوه الاول ونروق كده، حتى لو الشمس غابت عادي. سعود وافق معاه. المغرب قرب وانا الوحيد اللي بدات اخاف. الشمس غابت وانا قلت لهم لا يا عيال كده غلط بقى، لازم نتحرك دلوقتي. ركبنا العربيه وبدانا نتحرك ناحيه المزرعه وكلنا قلوبنا بتخبط في بعضيها. فتحنا اللوكيشن. المزرعه كانت بعيده حوالي 27 دقيقه بس. المكان كله مزرعه كبيره ضلمه ولا اي اضاءه غير مزرعه واحده كانت منوره شكلها الايجار. سعود لمح عامل وراح يساله تعرف مزرعه الحاج ناصر؟ الراجل قال له لا والله ما اعرفهاش. فقلنا نخلي سعود يتصل بمحمد ابن خالنا الكبير يمكن يعرف. محمد ضحك اول لما عرف اننا وصلنا للقصيم وقال بصوا مدخلها بين نخلتين، النخله اليمين اطول من النخله الشمال. تمشوا دقيقه بالعربيه هتلاقوا صندوق خشب على يمينكم وجنبيها بير. فوق الصندوق في درج والباب اللي فوق مكسور. لو لقيتوا المواصفات دي تبقى هي دي مزرعه خالك ناصر. المكالمه كانت على السبيكر وفيصل بص لي وضحك على وش اللي كان مرعوب. لفينا كتير لحد ما شفت المدخل، نخلتين كبار واحده اطول من التانية. قلت يا عيال دي هي لازم ندخل. دخلنا بالعربيه بس ما لقيناش الصندوق. سعود قال يا فهد افتح الشنطه وهات الكشاف. فجأة بدأنا نسمع نباح كلاب جاي من بعيد. الصوت كان مرعب جدا. فيصل خد الكشاف ونزل ينور حوالين المكان. فجأة قال ايوه يا عيال دي الصندوق. ركب العربية بسرعة وقال لسعود قدم لحد ما نوصل عندها. سعود قال يلا يا فهد جهز الكاميرا هنصور كل حاجة ونبعت في الجروب. فيصل اعترض قال بلاش تبعتوا حاجة دلوقتي، ابويا ما يعرفش، صوروا بكاميرا فهد وبس. نزلت من العربية مسكت الكشاف وشغلت الكاميرا. المنظر كان مرعب لدرجة الخشب بتاع الصندوق كان مكسر وكلنا كنا مرعوبين، بس سعود كان اشجع واحد فينا. سعود صرخ وقال لنا يا عيال تعالوا بسرعه ده العود اللي خالي ناصر كان بيعزف عليه. قلت له اياك تمسكه يا اسطى سيبه مكان، بس هو مسكه وبدا يضحك ويستهبل. اتعصبت وقلت له يا اسطى انت مجنون. فيصل قعد يضحك معاه وانا مرعوب من غبائهم. نزلنا من الدرج وسعود لسه واقف فوق بيضحك ضحك غريب ومش طبيعيه. انا وفيصل بصينا لبعض وقلنا ايه اللي حصل؟ الواد ده اتجنن ولا ايه؟ رحنا عند البير اللي جنب الصندوق كان عليه غطا خشب. قلت لفيصل شيل الغطا نصور. قال مستحيل لو السما وقعت على الارض مش هشيله. وانا قاعد اتحايل عليه يا اسطى حوش الغطا ومش عارف ايه راح فجأة جه سعود وشاله من غير اي انذار. فتحنا الكاميرا وصورنا جوه البير، لكن الغريب انه ما كانش عليه اي حاجه ملفته. بصينا جوه البير تاني ما لقيناش غير شويه حشرات بتتحرك. رفعت الكاميرا فجأة لقيت سعود طالع من الغرفه. اتجمدت وقلت بسم الله انت ازاي هنا؟ مش انت لسه فاتح غطا البير دلوقتي قدامي؟ سعود قاعد يضحك ايه يا اسطى انت هتخوفني ولا ايه؟ بصيت لفيصل قلت له انت شفت اللي انا شفته ولا لا؟ لقيته واقف بعيد بيتكلم في الموبايل عند العربيه. قلت له ايه يا ولاد شغل العيال ده انتوا بتستهبلوا ولا ايه؟ سعود رد عليا قال لي والله ما عملت حاجه من ساعه ما جينا وانا في الغرفه دي بصور، شوف بنفسك الفيديوهات والوقت لو عاوز. مشيت مع سعود لحد عند فيصل شاور لي بيده وقال لي اسكت انا بكلم حد دلوقتي في التليفون. قلت له يا عم اقفل الخط دلوقتي وانزل لازم نفهم. بعد ما قفل سالته مش انا وانت كنا عند البير وسعود جه وفتح لنا الغطا؟ فيصل قال بير ايه يا عم انت هتهزر؟ انا اتعصبت عليهم وقلت لهم يا ولاد انتوا هتهزروا ولا ايه؟ راح فيصل اتنرفز من ساعه ما جينا وانا قاعد في العربيه. ايه اللي بتقوله ده بقى؟ فيصل قال وهو بيضحك واضح ان انت تخيلت حاجات يا فهد يمكن ضغط ورعب. سعود قطع كلامه وقال خلاص يا عيال خلونا من الهري ده، انا داخل الغرفه في حاجات هنا غريبه تعالوا نصور. انا هنا وقفت وقلت بص يا جماعه والله ما هدخل، انا قاعد في العربيه واي حاجه تحصل وانتوا حرين. قعدت ابص عليهم وهم رايحين ناحيه الصندوق.